وسهلا to everyone. مبروك، ألف مبروك. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. إكس منتخب قطر، على يسارها المنتخب الإكوادوري. حضور كبير للجماهير الإكوادورية في هذا الملعب الذي يتسع ل60، كل من مويسيس راميريز، ألكسندر دومينغيز، روبرت أربوليدا، جون سيفوينتي، ويليام. نفذ الخطأ، التنفيذ في منطقة الجزاء، تدخل سعد، تسديد، الهدف الأول، جول لفائدة منتخب الإكوادور. إنير فالنسيا يسجل الهدف الأول. إنير فالنسيا يسجل الهدف الأول للمنتخب الإكوادوري. مع بداية المباراة ينجح منتخب الإكوادور. يلغى الهدف، يلغى الهدف، يلغى الهدف، الهدف لم يحتسب، الهدف لم يحتسب. هنا اللقطة الماضية التي توضح التسلل، في اللقطة الماضية كانت فرصة لكن خروج حارس المرمى. دائما للمنتخب الإكوادوري يتدخل، العودة من دفاع المنتخب القطري، إرسال الكرة ليتماس بمبدأ. كانت محاولة المراوغة من إنير فالنسيا، يطلب منهم الحذر، كل الحذر، التنفيذ، لكن التدخل في الوقت المناسب. هنا التنفيذ، تنفيذ الركنية، تنفيذ، التدخل في الوقت المناسب. ساتو يعلن عن ركلة جزاء لفائدة منتخب الإكوادور. كان تدخل من سعد الشيب، كان تدخلا غير قانوني. حتى والأخضر لإنير فالنسيا، التسديد والهدف الأول. الهدف الأول لمنتخب الإكوادور، إنير فالنسيا يسجل الهدف الأول بعد مرور بأداء رائع وأداء ممتاز آنذاك، عندما حافظ الحارس سعد الشيب على الهدف الأول. هنا فرصة دائما لمنتخب الإكوادور، يصطدم بحارس المرمى. هناك خطأ، نعم خطأ واضح لحارس بلد آسيوي تنظم بالقارة الآسيوية، وتعتبر هذه النسخة هي الثانية التي تنظم بالقارة الآسيوية. هنا اللقاصل، هنا التمرير. كانت في المباراة الأولى أمام إيطاليا بهدفين مقابل شيء، بعد ذلك انهزم أمام المكسيك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. أنخيلو بريسيادو هو الذي تحصل على الخطأ في اللقطة الماضية. أنخيلو بريسيادو، بعد ذلك تعاقدت معه أشاعين القطريين يواصلون التشجيع هنا في ملعب البيت، هنا في مدينة أكاديمية أسباير التي يوجد مقرها في العاصمة العرضية. قادمة هنا فرصة ضربة رأسية والهدف الثاني، الهدف الثاني في المباراة. إنير فالنسيا يسجل ثاني أهداف المنتخب الإكوادوري في هذا اللقاء. ضربة رأسية لا تصد ولا ترد، لم يجد معها سعد الشيب أي حل. كانت فرصة وكانت محاولة ينجح من خلالها المنتخب الإكوادوري في الوصول للمرمى للمرة الثانية. ميغيل، لكن التغطية الدفاعية كانت عبد الكريم حسن، التسديد لكن بعيدة. كل خطأ ارتكبه بيدرو ميغيل في حق اللاعب مايكل إسترادا صاحب القميص رقم 11 في تشكيلة. عبد الكريم حسن، إلى أين سيرسل الكرة؟ يعود لسعد الشيب، الكرة ما خرجتش، لم تتجاوز الخط لبرشلونة، برشلونة الإكوادوري وليس برشلونة الإسباني. حكم المباراة يعلن عن خطأ وبطاقة صفراء لكريم بودياف. في هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها المنتخب القطري هنا في المباراة لعبد الكريم حسن. عبد الكريم، إلى أين سيرسلها عبد الكريم؟ يعود لخوخي بوعلام. محاولة المراوغة منهما للمنتخب القطري. حسن الهيدوس، البحث عن حسن، لكن الكرة مشت خرجت. التغطية الدفاعية كانت من فيليكس توريس في اللقطة الفارو بإخراجه مع نهاية الشوط الثاني أو مع نهاية الشوط الأول. فيليكس توريس، كرة طويلة من فيليكس، أصبح حكما دوليا منذ سنة 2010. القطري حسن الهيدوس، حسن الهيدوس يوصل الكرة في الوقت المناسب للمعز علي، المعز علي الذي نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022
يتمنى كل الشوط الثاني. في هذه اللحظات الإيطالي دانييل أورساتو يعطي انطلاقة أحداث الشوط الثاني. إنير فالنسيا، لكن عميد المنتخب القطري وعميد نادي السد بسام الراوي. بسام الراوي خوخي بوعلام دائما في من بسام الراوي يرسل الكرة بعيدة كل البعد. كان يبحث عن همم أعد ذلك على كوستاريكا في المباراة الثانية بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، لكن في ثالث المباراة حتى آخر اللحظات، لكنهم لم يتمكنوا في ظل تفوق اللاعبين. سعد الشيب كان رائعا في اللقطة الماضية، ينجح في التصدي في الوقت المناسب. مقبل للتسجيل.